من عرف الله يستحي من الله أن يسمع المؤذن ولا يجيب، ومن عرف الله يستحي أن يأوي إلى فراشه وقد بيت أن لا يقوم لصلاة الفجر. يعني صلاة الفجر امتحان، ولا ود الناس أن صلاة الفجر الساعة 7 علشان يقومون يصلون ويداومون، لا، صلاة الفجر الساعة 5. فيظهر هنا المؤمن. البعض من الناس يشكل عليه وقت صلاة الوتر متى يصليها. يجوز تصليها بعد العشاء مباشرة، لكن أفضل وقت قبل النوم أو قبل ذا الفجر. يقول أبو هريرة: أوصاني النبي عليه الصلاة والسلام ب3، وذكر منها: وأن أوتر قبل أن أنام. أعلم أن الهداية بيد الله، ولكن الله أمرنا بالعمل وهو سيزيدنا من هذه الهداية. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. من توضأ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. لما أنشر مثل هذه السنة كل من عملها يكون لي مثل أجرها. تاج الأذكار وأعظم الأذكار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. لا تتركوها، هي في الصحيحين، انشروها أمانة في أعناقكم.